في دوري العجائب بتاعنا، الدوري المصري، دوري نايل، دوري نيلة. الكرة اللي قدامك دي اللي هتظهر دلوقتي ما تتحسبش طرد. نفسي افهم ازاي اللاعب محمد ابراهيم بكل مهارة راح انفراد وعدى من الحارس وحطها جون. اللاعب وهي رايحة على الجون قام شالها بايده. الطبيعي مليون في المية في اي حتة في العالم لو في دوري مدارس هتتحسب طرد. الاعجب بقى والاغرب ان في نفس الماتش اللاعب ايو النور رايح انفراد، اللاعب سوف تقى اتزحلق عليه منعه من الانفراد وطبعا برضه تتحسب طرد. الحكم ادى الثانيه طرد رغم ان هي لو هتحسب بقى ممكن يطرد في الكره اكتر الاولانيه ولا الثانيه. لا طبعا الاولانيه لان الكره مضمونه 100% جون. انما في الثانيه طرد برضك في القانون، بس اللاعب على الاقل لسه قدامه حارس مرمى ممكن يصدها، ممكن يطلعها، ممكن اللاعب يطلعها بره. انما دي عدى من الحارس وحطها جون، اللاعب طلعها بايده. انا مش عارف ازاي بصراحه، هل في القانون اتغير مثلا واحنا ما نعرفش؟ وعمر ما القانون هيتغير في اللعبه دي مهما حصل، لان الكره مضمونه. افرض اللاعب خد ضربه الجزاء وضيعها، يبقى الفرقه ولا استفادت من ضربه الجزاء ولا استفادت من الطرد. قولوا لنا رايكم في الكره دي. سلام.